السلام عليكم. شلونكم متابعين الاعزاء؟ شلون الصحة الاحوال؟ اليوم جبت لكم طريقة التشريب دجاج الاحمر او التشريب الاحمر مع الدجاج. طبعا بصل، دجاج، البهارات كمون، فلفل اسود، كاري مختار، طماطة، معجون، لون بصرة. طبعا طريقة الشرح. طبعا انا جبت جدر حاطين بيه زيت، خليه شوية يحمى. نضيف البصل، نحركه شوية، البصل يحمس شوية. عادي البصل ما قطعت لينها، بصل صغار مو كبار، ويطلع ديكور احلى بالمرقة هنا تقريبا. هنا نضيف الدجاج، هاي حسب الكمية اللي انت حاب تسويها. مثلا دجاجة، دجاجتين، 3، 4، 5، لو حتى كميات هواي نفس الطريقة. هنا الدجاج مغسول نظيف، صعد على النار مثل ما قلت لكم. نظل نقلب بيه كل 5 دقايق نقلبه، نحمسه حمس بحيث يعني ما يظل بيه اي زفر، حمسة زينة. طبعا انا اقطع الفيديو حتى لا يصير طوال عليكم. شوف لونه شلون تغير. نضيف البهارات، الكاري والفلفل الاسود والكمون. ظل تحرك بيهن البهارات. خليه يحمس زين. والنار هنا لا تخليها عالية فد نوب، يعني وسط حتى لا يحترق الدجاج. هنا نضيف له ملح، رشة خفيفة. ورا ما حمسناه، ورا ما هاي قلبناه، نضيف له الماجي او اللون بصرة والطماطة. نقلبها شوية. وهاي طريقة سهلة طبعا، يعني مو تقول نفس صعبة لو فد شي، وطعمها روعة روعة. شوف هنا شلون انحمس حمسة زينة. هنا نضيف معجون، تقريبا هاي ضفنا لها 3 خواشق معجون. ضل تحرك بيه شوية ورا ما تذب المعجون حتى ينحمس. تحمس هنا المعجون كامل، ويا الدجاج والبصل واللون بصرة والطماطة. الطماطة هنا تقريبا 3 طماطيات. هنا نضيف له مي، اهم شي مي، يعني مو حار فد نوب ولا بارد، دافي يعني. شوف هنا ورا تقريبا 20 دقيقة شلون صارت. ظل تحرك بيه كل فترة. طبعا يضيف ماجي يضيف، والما يضيف كيفه. هنايا هاي الطريقة النهائية. شوف شلون، وسهمكم العافية. شوف شلون مستوي، وتدللون علينا.